السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كده الحواوشي الاسكندراني ناجح جدا معاكي. هتعمليه بسرعة البرق، واقول لك ازاي اللحمة ما تكشش معاكي جوه رغيف العيش كده ويكون طري معاكي. وكمان هنعمله في الطاسة من غير فرن خالص، وهيكون معاكي ناجح مليون في المية، وكمان بتتبيلة بقى خطيرة. صلوا ونسلم على الرسول وتعالوا ندخل على الفيديو على طول. اول حاجة كده هنعجن مع بعض كيلو من الطحين. لكل كيلو من الطحين هنضيف، هياخد معاكي من كوبايتين، من 3 كوبايات إلا ربع مية ل3 كوبايات مية من الحنفية عادي. تمام كده. وهنضيف عليه معلقتين كبار من الزيت بمعلقة الطعام الموجودة في أي مطبخ، معلقة من السكر، باكت من الخميرة الفورية أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونص معلقة من الملح. أنا هنا مضاعفة الكمية، بس انتوا المقادير الكيلو اللي أنا قولتها لكم. تمام كده. سيبها على جنب بقى العجينة كده تخمر معايا. هنحضر اللحمة بتاعتنا. أنا عندي لحمة هافرمها في البيت، لو جايباها انتي مفرومة جاهز خلاص يبقى مش هتفرميها، ولكن أنا هافرمها هنا كده. أنا هافرم اللحمة بتاعتي في الكبة ديّة، هافرمها فرم ناعم يعني. في نفس الكبة كده هاضيف نص كيلو من البصل أو كيلو إلا ربع من البصل. أنا عاملة كيلو من اللحمة، 2 كيلو من الطحين، وعليهم كده 3 قرون كده من الشطة الحراقة الحامية. باكت بقى كده من البيكنج باودر أو معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وحطيت برضه نسبة من الدهون كده، من الدهن البقري أو أي دهن عندك، عشان الحواوشي بتاعنا يكون طعمه حلو زي اللي بنجيبه من برّه. حطيت فلفل أسود، وحطيت 7 بهارات، وحطيت كده باكو من خلطة الحواوشي بنجيبوها من عند أي عطار أو من أي سوبر ماركت. معلقتين من الدقيق، ده مش هيخلي اللحمة تكش معاكي جوه العيش. وحطيت فصين من التوم. فرمت بقى اللحمة وقلبت التوابل كله مع بعض، وقسمنا اللحمة بتاعتنا على قد العيش اللي احنا هنعمله. انا كده قسمت اللحمة بتاعتي. انا هعمل 9 ترغيفة من الحواوشي. خلاص بقى العجينة بتاعتنا خمرت كده. هنجيبها على طول كده ونبدأ نقسمها برضو للعيش بتاعنا. شوفي انت عايزة تعملي كام رغيف، كبير صغير زي ما تحبي. بصي العجينة بتاعتنا تحفة، عجينة ما شاء الله ناجحة جدا. هنقسم بقى العيش بتاعنا كله كده. انا قسمته ل9 ترغيف، يعني ال2 كيلو لحمة هعملهم على 9 ترغيف. تقدري انتي كيلو لحمة هعمله على 9 ترغيف. تقدري انتي تقللي الكمية، تزوديها، تزودي بصل بيكون طعمه حلو برضه، زي ما انتي عايزة اعملي. هابدأ اجيب العجينة كده. خلاص بعد ما قطعت العجينة وسبتها 10 دقايق ترتاح، بنفرد العجينة بالشكل ده كده. لكل رغيف من الحواوشي قطعة واحدة من العجين، مش هنعمل بقى عجينتين وش وضهر لأ. وهيبقى معاكي تحفة كده في التسوية. هنشوف مع بعض. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة ديّة كده. اجيب أول واحدة بقى أنا حطيت فيها اللحمة كده، وهابدأ أفردها بالشكل ده، من غير بقى مردانة، من غير أي حاجة تساعدني على فرد العجينة، وما شاء الله بيتفرد. نبدأ نقلبها كده وش وضهر، ونبطط كده العجينة مع اللحمة علشان نضمن إن اللحمة بقت موجودة في كل رغيف. على طول بقى كده على النار نحط طاسة، نحط فيها شوية من الزيت، وهابدأ أضيف أحط رغيف العيش كده. هاغطي عليه واخلي النار متوسطة، وكل دقيقتين كده باقلبه على الجنب التاني. تقدري تسويه في الفرن عادي خالص. في الفرن هتسويه على درجة حرارة عالية، وتحطي الشبكة في النص وتسويه على أعلى درجة حرارة في الفرن. وتشغلي كمان الشواية معاه علشان العيش مينشفش معاكي. بس أنا بافضل الحواوشي بتاع الطاسة ده تحفة، بيكون طري جدًا كده. العيش كله بيكون طري، واللحمة كمان بتكون مستوية فيه. ما تستعجليش على تسويته علشان تضمني إن اللحمة استوت معاكِ كويس أوي، عشان طعمه. وكمان البصلة لما بتستوي حلو بتديكي طعم أفضل وأفضل كده في الأكل. خلصت بقى الكمية بتاعتي تحفة، عايزة أقول لكم حلو أوي. وريحته هنا بقى تحفة، ريحته خطيرة بجد. بكل بساطة وسهل وسريع، ولا تروحي بقى عند الجزار تعمليه ولا أي حاجة خالص. جربيه في البيت، ما بياخدش منك أي وقت خالص، ولا أي مجهود، ولا أي تعب معاكي. وكمان بتوفري كتير كتير عن إنك تعمليه برا عند الجزار. عند الجزار بيعمل الرغيف بالتسوية بتاعته، بياخد 50 جنيه على الرغيف تسوية. جربوه وربنا يحسن ما بين ايديكم، ومع السلامة.